سلام حبيبات قلبي، مرحبا بكم سير مع الشام في نوفال فيديو. اليوم جيتكم بفيديو خفيف ظريف. حضرت كروكي، وصفة تاع زمان. نروحوا مع بعض لطريقة التحضير والمقادير. عندي كاس سكر عادي، كاس زيت، ملعقة حليب غبرة، مبشور حبة ليمون، ساشي ونص خميرة. في إناء العامل عندي 4 بيض، ندير 3 بيض وبيض بيضة تاع الحبة الرابعة، والصفار نحيه به ندهن به من بعد سطح الكروك. لهنا في إناء العامل حطيت البيض هذاك وزدت عليه السكر وقرصة تاع الملح، ونبدا نخلط حتى يذوب هذاك السكر، حتى نشوفوا الحبيبات هذوك نقصوا وذابوا. واللي تحب تستعمل الباطور تستعمل. لهنا عندي كاس زيت، نضيف بالتدريج اللوح بالقطره بالقطره ونخلط باه يدخل مليح هذاك الزيت في العجين وما يخرجش من بعد كي نجيو نخدموه، يخرج الزيت هذاك ويجي يتفتت. لازم نخلطوه مليح. خلاص بالفوي بعد نورمال نضيفه بالشوي ونخلطه. نخلطه مليح الزيت هذاك حتى نكملوه. ولا هنا نزيدو نخلطو، ومن بعد نضيف حليب غبره ملعقه اي لحظه ونزيدو نخلطو مليح. الفارينه ما نعطيلكش مكيال محدد، كل وحده والنوعيه تاع الفارينه تاعها. لوحي حتى تحصلي على عجينه متماسكه وما تشيحوهاش بزاف من بعد يجي الكروك يابس. ومن بعد في المرحله هذه نضيف الخميره الكيميائيه ساشي ونص. الساشي وزن 10 غرام. نحطو كاس عفوا ساشي ونص. لهنا في المرحله هذه نحيو الفوي ونستعملوا يدنا ونبداو نطمو العجينه. نضيفوا الفارينه بالتدريج ونطمو، ولازم يا البنات ما تشيحوش. خلاص الكاطو وجيت نحضر حلوه نفطروا بها ونشربوا وناكلوه مع قهوه تاع العصر. قلت علاه ما نشاركش مع خياتي وحباباتي وخياتي. درت الوصفه تاع زمان ويجي كروك ما شاء الله واقتصادي، حوايج كاينين في الدار. نلمو برك ما نعجنوش. انا راني لهنا مسرعه شوي في الفيديو. لهنا هذا هو القوام اللي نتحصلوا عليه تاع العجينه. نقسموها على 3. اللي عندها سنيوه كبيره تاع الفور ديرهم مع بعضهم في سنيوه واحده، واللي سنيوه تاعها صغيره ديرهم على 2 مرات كيما انا درتهم على 2 مرات. نقسموا العجينه بالتساوي على 3. كل قطعه نديروها حربوش، واللي بغات الحربوش تاعها رقيق ويجيو الحبات صغار كل حربوش تقصوا على 2. لهنا نحاول نسويه شويه بيدي. لهنا دهنت صينيه الفرن بشويه زبده ونبدا نطرح فيها هذاك العجين ونسقمو مليح. ومن باه ما يبقاوش الاثار تاع الصباع يضرك نعدلو بالحلال ولا بالمغرف، هو الحلال احسن. والعجينه ماهيش هذيك اللي يابسه، هي طريه شويه.
او كي عاد مسرعه في الفيديو برك. حطيت الحربوش الاول ومنها نزيد الحربوش الثاني، وهذا كي يطيب هذا نولي نطيبه حتى هو. نجيب الحلال نعدلو شويه السطح حتى نحاول الاثار تاع الصباع تاع اليدين. ماشي نمشيه نعدلو برك، تما ندير الحلال شويه في الهواء ماشي نضغط بزاف. والصفار هذاك نتاع البيض اللي نحيناه في الاول من 4 بيضه ذوك، خي نحينا الصفار ودرنا 3 وبياض بيضه. الصفار هذاك نزيدوا له نصف ملعقه صغيره كاكاو بني ماشي اسود، وزوز ملاعق حليب بدرجه حراره الغرفه. نخلط مليح ونجيب البانسو وندهن السطح تاع الحربوش تاعنا. يعني نخلط فيه بالبانسو ولهنا نبدا ندهن. وحطي كميه لاباس بها ماشي تشحي ولا بعد تولي القشره هذيك تجي الكرقيقه وتطير. حطي كميه لاباس بها ودهني. هكا وكي نكمل نولي نجيب الفرشيطه وندير خطوط باه من بعد كي يطيب يجي السطح تاعو باهي. لهنا نجيب فرشيطه ونبدا ندير خطوط، نديرهم في العرض مش في الطول، نميلهم شويه. ندير الحربوش الاول كي نكمل نزيد ندير للثاني. والفرن تاعي يعني شعلته قاعد يسخن. كي طميت العجينه شعلته. ولهنا بعد ما طاب شوف كيفاه جا حميمر يشهي وجا بنين ما شاء الله. من بعد في القصان نديرو عكس الخطوط هذوك اللي درناهم بالفرشيطه باه يجي شويه باهي في السطح تاعو. ونقطعو دركا وهو سخون ما نخليهش حتى يبرد، او مازال سخون انا قاعده نقطع فيه. اللي تحب تقلب الحبات على الجنب وتزيد تحمرهم على الجنب تاعهم دير، واللي ما تحبش تكتفي هكا هكا بعدا ويجي طايب. شوفوا كيفاه طاب حميمر يشهي. شهيتكم في الجنة، شهيتكم في الصحة أميراتي. وهذا هو الكروكي تاعنا في شكله النهائي في صحن تقديم. نتمنى تجربوه وينال إعجابكم. ولهنا نقسم حبة نعتلكم القوام تاعو، راهو ما يجيش يابس، يجي يتفتت ويجي بنين ما شاء الله. شوفوا كيفاه يتفتت ماهوش يابس. إلى هنا نأتي إلى نهاية الفيديو ونخليكم على خير. بسلامة.